بتدوري بقى على طريقة للكيك تكون سهلة وبسيطة، تعالي بقى ما اقولك على الخطوات كلها عندي في الخلاط. اول حاجة معايا حطيت عندي مقدار كوباية ونص من السكر. احنا دلوقتي يا جماعة هنعمل عندي مقدار صينية كبيرة. عايزة تقسمي الكمية معاكي وتعملي صينية صغيرة، اقسمي بقى الكمية، مفيش أي مشكلة خالص. بجيب عندي هنا 5 بيضات يا جماعة، بحطهم عندي على السكر في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده خطواتنا سهلة وبسيطة ومش هتاخد ثواني، واحنا هنكون عملناها بإذن الله. ادي بقى هنا خطوة 5 بيضات معايا بالشكل ده، نزلت بيهم على السكر معايا ما شاء الله. طالما في بيض يبقى في فانيليا طبعا. بروح حاطه عندي فانيليا، اللهم بارك. عندك بقى موجود فانيليا سايله، مفيش اي مشكله خالص، المتوفر عندك تبقى طعمها مميز جدا. هنا بقى بزود عندي كوبايه ونص من اللبن الحليب ما شاء الله. شايفين؟ ادي نص الكوبايه، ادي اهو التاني. وبعد كده بجيب عندي فانيليا البرتقان، اللهم بارك. بروح نازله بالكيس كله ما شاء الله. انا عايزه نكهه البرتقان معايا تبقى مميزه جدا، وهيبقى معاكي احلى كيكه للشاي خطيره. بروح بقى جايبه كمان مقدار من الميه العاديه خالص، كوبايه من الميه العاديه خالص يا جماعه. وكمان بزود عندي علشان اعلي التست عندي بشر ليمون ما شاء الله. بروح بقى ايه خلطه كله كده في الخلاط بالشكل ده، ويطلع معايا كريمي جدا اللهم بارك. بحطه عندي بقى كده في الطبق معايا ما شاء الله. وبجهز بقى خطوة الدقيق. عندي هنا بجيب عندي 4 كوبايات من الدقيق، أهم حاجة تنخليه كويس جدا معاكي. ولو لو يعني ايه حاولت ان انت تنخليه اكتر من مرة هيبقى ممتاز جدا ما شاء الله. هنا بقى دي اول كوباية، دي تاني كوباية يا جماعة اللهم بارك. وكل كوباية بنخلها معايا، ودي التالتة معايا ما شاء الله، ودي كمان الرابعة. لو احتجت الخليط معايا هيبقى محتاج دقيق، هنشوف مع بعض في الفيديو. اللهم بارك. هنا بقى بجيب عندي كيس كيك شيف معايا، بنزل بيه كله معايا بالشكل ده. وعندي ذرة كده من الملح معايا ما شاء الله. بروح بقى مقلبة كله كده مع بعض بالشكل ده، الدقيق معايا. وبعد كده هنزل بالدقيق عندي على السوائل الخطيرة جدا. وانا اول ما اشتغلت يا جماعة في الكيك شغلت الفرن عندي، دي خطوة مهمة جدا. هنا بقى هخلط عندي المكونات عندي بالمضرب السلك يا جماعة، هضربها كويس جدا معايا، وكيك معايا في اتجاه واحد. اهم حاجة تعملي اتجاه واحد معاكي في المضرب بالشكل ده اللهم بارك. اتأكد ان المكونات كلها اتخلطت كويس جدا معايا ما شاء الله. شايفين بقى الخليط معايا ناعم جدا يا جماعة، ومحتاج عندي دقيق. بحط عندي كمان، بروح مزودة كمان كوباية من مقدار الدقيق معايا بالشكل ده. يبقى انا كده استخدمت عندي 5 كوبايات من الدقيق معايا على المقادير اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي اللهم بارك. هبدأ دلوقتي بقى اخلط تاني معايا الكيك بالشكل ده ما شاء الله. ادي الخليط هيبقى معايا ممتاز جدا، وانا هعرفكم ازاي هيطلع معاكي ممتاز اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي بلم عندي كل الجناب معايا في الطبق بالشكل ده. اتأكد ان ما عادش خلاص عندي دقيق ما شاء الله. ادي طبعا انا مجهزة عندي الصينية، دهناها عندي سمنة ومعفراها كمان بالزيت معايا اللهم بارك. هنا بقى الخليط انظبط معايا كويس جدا معايا كده ما شاء الله. وبروح جايبة عندي المعلقة وعاملة الخط ده فيها. بينزل ازاي يا جماعة؟ بس بعيد عن الخط خالص ما شاء الله. ادي الخليط معايا بقى مظبوط كويس جدا معايا. مجهزة عندي الصينية، دهنها عندي بسمنة ومعفراها كمان بالدقيق علشان مش تتحروق مني، وتطلع معاكي القطع مميزة جدا. تعالوا بقى نصب عندنا احلى خليط كيك يا جماعة. شايفين انا عاملة عندي صينية كبيرة، لو عندك صينية صغيرة يبقى اقسمي المقادير، مفيش اي مشكلة خالص اللهم بارك. هنزل بقى بكل الكمية كده اللي معايا في الطبق. لازم نلم النعمة يا جماعة ونحافظ عليها، ربنا يا رب يديمها نعمة علينا جميعا اللهم امين. هنا بقى خلصت معايا الكيك معايا، هدخلها دلوقتي الفرن معايا. وبعد كده اول ما بتطلع معايا بالشكل ده
بسيبها تبرد تماما معايا، وهنقدمها دلوقتي مع أحلى كوباية شاي معايا، خطيرة جدا وطعمها وريحتها مميزة جدا. اللهم بارك. هنا بقى قطعناها معايا بالشكل ده وقدمناها مع أحلى كوباية شاي معايا بالحبهان معايا وجوزة الطيب، خطيرة جدا. بألف هنا وشفا. أتمنى إن انتوا تجربوها ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.